السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير لو كنتوا بتشاهدوا الفيديو بالصبح، ومساء الخير لو كنتوا بتشاهدوا الفيديو بالليل. معاكم أميرة محمد من قناة يوميات أميرة محمد. أتمنى تشوفوا الفيديو وتشاهدوه كده وترفعوه. وتعرفوني انتوا بتشاهدوني منين. النهاردة هنعمل فطير الدماسي، فطير فلاحي بالزبدة. جميل جدًا، ينفع لسحور رمضان، ينفع في الأيام العادية. عندنا الدقيق وعندنا السمنة والزبدة أهوّة، والخميرة واللبن، آمم، وشوية سكر وشوية ملح. أول حاجة بنحط السكر والملح، بنحطهم على الدقيق كده، وبنقلّبهم على بعض، ماشي. بنقو بن بنقلّب المكونات الجافة مع بعض، ماشي. وبعد كده بنجيب اللبن بتاعنا وبنفضّيه. عفوًا. اللبن أهوّة جبناه. الفطير ده بيبقى طعمه جميل جدًا ولذيذ جدًا، ممكن تاكليه بالعسل وجبنة قديمة، ممكن تاكليه كده بكوباية شاي. المهم إن هو بيبقى طعمه تحفة وجميل جدًا. ومعانا الخميرة هندوّبها في قلب اللبن. لازم الخميرة ديّة نحطها علشان دي اللي بتخلّيه هش وبتخلّي الفطير الدماسي ده هش كده ما يبقاش مكتوم في بعضه. بعدين هنحط الزبدة بتاعتنا، بتسيّحيها نُص تسييحة كده، مش لازم تسيح جامد، يعني نُص تسييحة كده. وبنروح حاطينها برضك إيه، على اللبن. هتلمّي كل السمنة ديّة تنزّليها، ونبتدي بقى إيه، نعجن. أهم حاجة إن أنتِ تعجنيه كويس. الفطير الدماسي ده لمّا بتعجنيه كويس بيدّيكِ نتيجة تحفة، 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 بيبقى جميل. هتبتدي بقى إيه، تعجني فيه. أنا حطيت باقي السمنة اللي كانت الزبدة اللي كانت في الطبق، وإيه، هاتنّيني أعجن فيه لحد ما العجينة بتاعتي تلِم، والطبق بتاعنا اللي إحنا بنعجن فيه يكون نضيف، وما يكونش فيه تلزيق في إيدِك. تنّيكِ بقى اعجني فيه. أنا تنّيتني عجنت أهوّة فيه أهو. بُص عاملة العجينة لمّيتها إزاي، والطبق اللي أنا ده نفس الطبق ما غيّرتش طبق. والطبق اللي أنا باعجن فيه نضيف إزاي. خلاص هالمّها وهاسيبها إيه، تخمر شوية. العجينة كانت لازقة في الطبق مش عايزة تطلع. هاسيبها بقى، هاغطّيها بحاجة بلاستيك، بكيسة بلاستيك كده، واسيبها تخمر. سيبيها بقى تخمر براحتها. لو أنتِ في الشتا سيبيها براحتها نُص ساعة، ساعة على ما تخمر. لو أنتِ في الصيف ما بتاخدش ربع ساعة، ما بتاخدش كمان 10 دقايق. بُصّوا العجينة خمرت إزاي وعليت. هابتدي بقى إيه، أقطّعها كِوَر كده. هابتدي أقطّع بقى العجين كده كِوَر كبيرة شوية مش صغيّرة. أهو عندي الطبلية بتاعتي أهيّة اللي أنا باشتغل عليها، الطبلية الخشب ديّة بتاعة زمان. ما عادش حد بيشتغل على الطبالي دي بقى دلوقتي. كُلّه دلوقتي بيشتغل على الرخامة، بيشتغل على عفوًا. بيشتغل على البتاعة بتاعة التقطيع ديّة اللي بيقطّعوا عليها الخضرة والحاجات دي. بس إحنا محتفظين بالطبلية الخشب والبطاطات دي، البطاطة الخشب برضه. هابتدي بقى بتفردي العجين بتاعِك زي ما أنتِ شايفة كده. افردي العجينة بسمك تخين، مش سمك رفيّع، لأ سمكها يبقى تخين شوية. وبعد كده عندنا برضك حتّة زبدة فلاحي، وبنحط عليها البيض. لازم ندهن الوش بالبيض.
ده اللي بيخلّي الفطير الدماسي ده طعمه جميل. في حتّة أنا باطقّش البيض ديّة ما اتصوّرتش، فأنا باورّيكم دلوقتي البيض اللي أنا عملته يعني. وتقلّبي البيض كويس مع الزبدة زي ما أنتم شايفين، زي ما أنا ما باعمل كده. وبعد كده بعد ما فردت العجينة بقى، حُطّي البيض على الوش كده وافردي بقى. الكيسة طارت وأنا بافرد البيض. افردي بقى البيض على العجينة كده. عايزة أقول لكم إن ريحته أصلًا بتبقى جايبة آخر الشارع وهو بيستوي في الفرن. ومش شرط تعمليه في فرن، لا فرن فلاحي ولا الفرن العادي، لأ ممكن تعمليه في فرن البوتاجاز عادي خالص. أنا كنت باعمله في فرن البوتاجاز. بس طالما مولعين الفرن عندنا بقى العادي، عادي بقى خلاص مش لازم فرن البوتاجاز. دي بافرد واحدة تانية أهوّة. مين بيستعمل الحاجات دي دلوقتي يا ولاد؟ حد بيستعمل البطاطات والطبال الخشب دي دلوقتي؟ عندنا إحنا في الفلاحين ولّعنا الفرن وضبّطناه. هنبتدي بقى إيه، نحُط في الفرن بتاعنا. هترصي الفرن بتاعِك وتشوفي بقى المنظر عامل إزاي. بُصّوا، السمنة والبيض اللي على الوش بتغلي كده. أنا ما اصطبرتش عليها لمّا اتلدِّنت في الفرن. ماشي. سيبيه بقى يستوي على نار هادية، ما تعلّيش النار عليه، لإن إحنا عاملينه بسمك تخين شوية، لازم يكون إيه، ياخد راحته في السِوَى. بتوطّي الفرن أوي، مش أوي يعني، نار متوسطة. الفرن ده ما فيهوش درجات حرارة يا جماعة، ال180 وال200 والكلام ده، لأ. الفرن ده فرن زي الفلاحي كده بس بالغاز. خلاص حطينا بقى في الفرن. بُصّوا سيبوه براحته يستوي. شايفين المنظر عامل إزاي؟ بجد كان طالع تحفة وكان شكله جميل جدًا، جدًا، جدًا. وغير إن أنتِ لمّا بتحطيه على بعضه بقى، بتلاقيه بقى طري وهش جدًا. وكل شوية أنا لازم أبُص على القعر بتاع الفطير لإن أنا بابقى إيه، لازم أشوف القعر بتاعه آآ مضبوط والّا مش مضبوط. بس الحمد لله كان معايا من الأول للآخر مضبوط من فوق ومن تحت، بجد. وعود الحديد ده برضك، العود الحديد دلوقتي اتغيّر هو كمان، بقى حتّة حديدة صغنّنة كده وخفيفة. كل حاجة اتغيّرت عن زمان، يعني الواحد بيشوف الحاجات دلوقتي بيستغرب على الحاجات اللي إحنا كُنّا بنستعملها بصراحة. شايفين؟ من القعر ومن الوِش. ده بقى في سحور رمضان كده بشوية عسل، حتّة جبنة بيضا، تتسحّري بيه في رمضان عادي خالص. هو مش بيبقى تقيل على المعدة على فكرة، لإنه محطوط له خميرة وما بيبقاش تقيل على المعدة، بيبقى جميل جدًا. تنّتني بقى إيه لحد ما خلّصت الكمية بتاعتي في الفرن. أنا ما باكتّرش منّه، يعني أنا باعمل ليوم واحد بس. العيال ممكن يتغدّوا بيه. وبعد كده خلاص. آآ ماشي. كان بيتزحلق منّي بصراحة على المزرعة، وكل شوية أفصل الكاميرا علشان أعدل الدنيا. أنا من النوعية يا جماعة اللي أمّا باحب أعمل حاجة باعملها على طول في يومها.
يعني مش باكتّر وأعين في الفريزر علشان أطلّع من الفريزر أسخّنه لأ، باعمل كمية على القد وبعد كده أعمل تاني، لإن هو مش مُتعب وشغل البيت ما بيتعبش بصراحة. حاجات بتتعمل سهلة وبسيطة في البيت وكده. خلاص خلّصنا أهوّة، خلّصت الكمية بتاعتي بُصّوا طري إزاي وشوفوا هَش إزاي من جوّه، بجد غير الطعم بقى بيبقى حلو. ممكن تعمليه مسكّر لوحده، تعمليه بسكر بس، بيبقى حلو جدًا وتاكليه كده من غير أي حاجة، اللي هو المسكّر اللي بتحط له سكر. إنما بتعادلي بقى أنا معادلة الملح والسكر مع بعض.